من الله عليك. الفيلم ديال اليوم كيبدا في واحد السجن في سيبيريا مخبي وسط الثلج وما عندوش نهايه. من بعد الحرب العالميه الثانيه القوات الروسيه شدوا بزاف ديال العساكر الالمان وخلاوهم يخدموا في الاشغال الشاقه. كانوا كيجبدوهم يخدموا الليل ونهار في مناجم الفحم. السجن ما كانش فيه حراسه قويه بزاف، ولكن رغم هادشي حتى شي واحد ما حاول يهرب. علاش؟ السجن كان محاصر بالثلج لالاف كيلومترات، واقرب مدينه كانت بعيده بزاف اكثر من 14000 ميل. الهروب ما كانش غير مخاطره، كان حكم بالاعدام وسط داك البرد القارس. واحد ما كانت عنده شي فرصه حقيقيه، غير كان واحد السجين باقي عنده الامل. سميتو ريد فايرال، راجل ذكي كان محكوم عليه ب 25 عام، ولكن ريد رفض تانا ان حياته غادي تسالي تماك. كان متوحش لمرته وبنته، كان داخلو مؤمن انه غادي يخرج شي نهار، وفرصه اخيرا جات. لقى طريقه باش يتخبى في واحد القطار ديال الفحم خارج. فين تحرك القطار في الليل ريد شاف السماء والنجوم لاول مره من سنين، وحس براسو حر بجد. ولكن الحريه ديالو ما طولاتش بزاف. القطار وقف قريب من السيل. منين ريد شاف لبرا لقى جندي روسي واقف ومصوب عليه السلاح، وتشد مره اخرى. ولكن هاد المره ما رجعوش للحبس العادي، رماوه في زنزانه مفتوحه في الهواء الطلق، ما فيها لا سقف لا حتى شي حاجه تحميه، غير الثلج الريح والمطر المدلج. خلاو تماك يومين كاملين. من بعد في الصباح جا مدير السجن لعندو، ما غوتش عليه ما هدو، غير قال ليه صحابك كيتسناو. كريد ما فهم والو، حتى رجعوه لعند باقي السجناء. كانوا واقفين في دائره شادين عصي وحديد، كانوا غارقين في الغضب حيت تعاقبوا بسببه. دابا بغاو يخرجوا الغل ديالهم فيه، بلا تردد هجموا عليه وضربوه ضرب مبرح لدرجه انه اضطروا يديوه للمستشفى ديال السجن. الدكتور اللي كان حتى هو سجين الماني دار كل ما يقدر باش ينقذوه. ومنين ريد حل عينيه هو مهلوك ومشرشم، شاف الدكتور وقال ليه غادي نحاول نهرب مره اخرى، ولكن هاد المره محتاج المساعده ديالك. الدكتور ما فهمش لقطه، بقى مصدوم. حتى من بعد هاد العذاب كامل ريد ما كانش مستعد يستسلم. الدكتور قال ليه باللي الهروب من السجن شبه مستحيل، تا الا خرج راه غادي يقتلو. ولكن من بعد كشف ليه حقيقه اخطر، البقاء في السجن حتى هو موت باطل. مناجم الفحم عاربين بكربون السام، وكل نفس كياخدو كيقربهم للسرطان والموت. وهنا الدكتور قال حاجه ما كانش ريد متوقعها، قال ليه يهرب لاخر مره مهما كان الثمن. فتح صندوق صغير وخرج للريد هدوم ثقيله، كلشي كان كيجمعو في السر. ومن بعد عطاه مسدس باش يحمي راسو، قال ليه بلي العساكر الروس غالبا كيخبيو الماكله قريب من خطوط السكه، اذا كان محظوظ يقدر يعيش بهذا الشيء. ريد سول الدكتور علاش كتعطيني كلشي. الدكتور جاوبو ببساطه حيت ما بقاش عندي الوقت. حتى هو ناوي يهرب، ولكن من اسبوع عرف ان عنده السرطان، وعارف بلي ما غاديش يعيش اكثر من شهر. قبل ما يمشي ريد عطاه علبه ديال الماكله وقال لي الا نجحتي عطيه هذه لعائلتي وقول لهم ما قدرتش نخرج. في ذاك الليل ريد هرب مره اخرى، ولكن هذه المره على رجليه، ما بغاش يخاطر باي حاجه، وبقى كيمشي في الظلام وكيزهزه راسو وسط الثلج والبرد القاتل. وحتى منين طلعت الصباح ما وقفش، كان خايف العساكريه يلقاوه. وفي السجن المدير اكتشف الهروب وجرى مباشره لزنزانه الدكتور، لكن كان فات الاوان. الدكتور انتحر. المدير فورا صيفط فرق من الجنود باوامر يجيبوا ريد حي ولا ميت. قلبوا عليه الايام، ولكن العاصفه والثلج مسحوا الاثار ديال الخطوات ديالو بحال اللي اختفى. اغلبهم اعتقد بلي تجمد ومات، غير المدير ما كانش مقتنع بهاد اللقطه. كان عارف ريد عنده عزيمه قويه، وعارف بلي ما غاديش يستسلم بسهوله، وبصح كان عنده الحق. برا وسط الجليد ريد كان باقي كيتحرك تعبان ومجمد وميت بالجوع، ولكن باقي مكمل. في اليوم التاسع من الهروب نحس ان النهايه قربات، فجاه سمع صوت الكلاب كتنبح موراه. تلفت زلاجه جايه ناحيته، قبل ما يفهم اي حاجه خبطاتو وكمل طريقها. ريد فتح عينيه بصدمه واكتشف ان كلشي كان غير تهيؤات، لا كلاب لا زلاجه والو كان حقيقي. وفي الحقيقه داز 9 ايام وهو كيمشي على رجليه، الماكله سالات، جسمه تهرس، كل خطوه ولات اثقل من اللي قبلها. الجوع كان كياكل فيه ورجليه بالكاد كانوا كيتحركوا، ولكن ما وقف، ما كانش عنده الحق يوقف. دازت الايام وقوته نقصات بزاف حتى طاح في الثلج وفقد الوعي ديالو. من بعد ساعات فتح عينيه على صوت غريب، تلفت ولقى فوق قريبه منه، والاول مره من ايام عينيه سمعوا بالامل. هذه كانت الفرصه ديالو الوحيده للنجاه. شد المسدس وحاول يصوب، ولكن ايديه كانوا كيترعدوا. التيريه ما جاتش فيها، الفوق ما هرباتش، وقلب ريد بدا كيدق بسرعه. جمع اخر قوه فيه وجرى موراها، ولكن هو كيجري الثلج تحت رجليه تهرس وطاح في الماء مثلج. رجليه ضربات في حاجه حاده، وجع قوي ضرب جسمه كامل. رغم هادشي خرج من الماء غرقان ومجروح
مجروح وكمل يجري ورا الفقمه. ومنين قرب الحيوان يتخبى ورا الصخره ريد وقف مصدوم. من بعد طاح على ركابيه من الفرح. هاد ايام من الجوع اللحظه كانت بحال المعجزه. اخيرا لقى الماكله، طبخ اللحم حتى شبع، والاول مره من اسابيع نعس وبطنو عامره. ولكن الرحله ما سالاتش. ريد كان باقي وحيد تماما. عالم ابيض ما فيه غير التاج. العزله والهدوء كانوا يقدروا يجنوا اي واحد. ولكن ريد بقى متماسك. كان كيهضر مع راسو كيكرر كلام ايجابي بصوت عالي. فكر راسو شكون هو وعلاش خاصو يكمل. كل نهار كان كيراجع الاتجاه بالبوصله باش يتاكد باللي غادي في الطريق الصحيح. داز اسابيع ومن بعد تقريبا شهرين ديال المشي وقعت واحد الحاجه ما كتصدقش. شاف شجره، غير شجره صغيره وسط الثلج، ولكن بالنسبه ليه كانت كنز. الشجره اللي عندها هو كيضحك وعنقها. والشجره كانت كتعني حاجه وحده، ان بحر الثلج اخيرا سالا. قدامه بدات الغابه، اللون الابيض ولا اخضر، ريحه الهواء تبدلات وجا من اخطر مرحله في الرحله. داك الليل جمع الحطب وشعل العافيه، واول مره من زمان طويل الناس مرتاح. كان وسط الشجر حاس بالدفء على جلدو، ما كاين لا حراس لا اسوار، حس براسو انسان جديد. ولكن واش النهار اللي من بعد غادي يجيب السلام ولا كابوس جديد؟ حتى واحد ما كان عارف. مكان اخر مدير السجن كان باقي مهووس به، ما وقفش التقليب عليه. وسع دائره البحث ل 500 كيلومتر وامر كل جندي يلقى حي ولا ميت. في نفس الوقت ريد كان كيتمشى وسط الغابه، وفجاه بلا اي مقدمات ضربات عاصفه ثلجيه قويه. الريح كانت كتصفر وسط الشجر والعاصفه كانت عنيفه جدا، لدرجه ان الاشجار الكبار بدات كطير من الجذور ديالها. وزيد وريد كان كيحاول يكمل يتمشى، وفجاه شجره من داك الشجر الكبار طاحت فوقه. كان غادي يموت تماك، ولكن الحظ ما كانش باغي يخليه للنهايه. في نفس الليله كانوا جوج رجال غرباء دايزين في المنطقه كيقلبوا على الذهب. شافوا ريد محصور تحت الشجره وجراو بسرعه باش يخرجوه ونقذوا الحياه ديالو. من داك اللحظه الثلاثه كملوا الرحله ديالهم مع بعض. في ايام هما كيسابقوا الموت وسط هاد البريه المتجمده، كيمشيو لجنب لجنب حتى وصلوا لنهر كبير باش يقطعوه. صنعوا قارب خشبي بسيط وهما كيعوموا فوق الماء. السكوت اللي كان بينهم بدا كيختفى، ولاو كيهضروا على الطفوله ديالهم وذكريات من الحياه بعيده بزاف عليهم دابا. لكن النهر كان عنده راي اخر. فجاه الموج بدا قوي والقارب بدا كيتهز بعنف. واحد من الرجال فقد التوازن ديالو وطاح في الماء المثلج، ما كانش كيعرف يعوم وكان كيغرق قدام عينيهم. ومن غير حتى لحظه تردد ريد نقز وراه وسط الماء البارد وبدا كيكافح باش يوصل ليه. شدوه وسحبوه ونقذ الحياه ديالو. ولكن ماشي كاع الناس عندهم نفس الوفاء. صاحبهم الثالث الطماع حتى ما تلفتش ليهم، خلاهم ومشاو. هو دبالو راهم ماتوا. منين وصل للمعسكر بوحدو شداب كامل ونسبوا لراسو. من بعد ملي رجعوا ريد والراجل اللي نقدوا للخيمه لقاو الطماع كيتسناهم. الراجل اللي كان غادي يغرق شاف ليه في العيون اللي كان المفروض يكون صاحبه، لقى غير الخيانه. في لحظه غضب خرج مسدسه وتير عليه. من بعد ما دفنوا الجثه ريد وخونا شدوا اللي بقى وكملوا الرحله ديالهم. شهور دازوا وما كيدوزوا من غابات وعواصف، ودائما عندهم امال يلقاو اشاره للحياه. ولكن الشتا رجعات مره اخرى. الغابه كامله تغطات بطبقه كثيفه ديال الثلج. الذهب كان ثقيل. صاحب ريد بدا كيعاني وهو زهز داك الذهب. ومنين شافو ريد كيتعذب عرض عليه يساعدو وقال ليه خليني نهز معاك شويه. لكن الطمع كيعمي العقل. الراجل شك ان ريد باغي يسرق الذهب، وفي لحظه خوف وغضب ريد بقوه وخلاه يطيح فوق الارض المثلجه. ومن بعد مشى وخلاه بوحدو. ريد ضرب بقوه وفقد الوعي، ومنين فاق الدنيا كانت كدور به وراسو كيوجعو بجنون. وفجاه سمع صوت مرعب، سمع الصوت ديال قطيع ديال الدياب كيقربوا ليه. ريد ناض بسرعه وبدا كيتسلق الشجره، ولكن هو طالع واحد الديب نقص عليه وغرس سنانو في رجلو. هو غوت من الوجع، والشجره اللي كانت ضعيفه اصلا تكسرات من الضغط. ريد طاح بقوه في الثلج وبقى محاصر وسط الدياب. في هذيك اللحظه افتكر ان هذه هي النهايه. ولكن فجاه صوت ديال الرصاص تسمع في الغابه، ومن فتح عينيه لقى جوج ديابه طايحين ما كيتحركوش، والباقي هربوا وسط الشجار. كانوا واقفين قريب منهم صيادين من قريه قريبه. سمعوا عواء الدياب وجاو في الوقت المناسب. شالوا ريد ورجعوا به القريه، والناس سماك عالجوا جرحو وعطاو ليه الماكله. واخيرا حس بالامان. بعد سنين ديال الجري والاستخباء والنزيف والتجمد ريد اخيرا وصل للحضاره البشريه. ريد اثر بزاف بطيبه اهل القريه، بقى معاهم ايام وكانوا كيعاملوه بحال واحد من العائله. عطاو الماكله والدفا والراحه اللي ما حسش بهم من سنين. ولكن في نهار تبدل كاع كل شيء. وصل جواب موقع من مدير السجن شخصيا كيحذر فيه الناس ان جندي الماني هرب من السجن، واي واحد غادي يساعدو غادي يتحاسب خائن. ورغم ان ريد كان باغي يبقى ما قدرش يخاطر بحياه الناس اللي وقفوا معاه. وبقلب مكسور قرر يمشي. قبل ما يغادر اهل القريه عطاو مؤنه وكلب صيد وفي باش يونسوا في الطريق. والاول مره من زمان طويل ريد ما بقاش حاس براسو بوحدو. هو والكلب سافروا الايام حتى وصلوا للورشه ديال الخشب. الكلب كان جيعان بزاف فدخلوا لداخل يقلبوا على الماكله، وريد دخل وراه. العمال عرفوا وضعيته وخداو لعند صاحب الورشه. ريد حكى لهم كل شيء، الهروب الرحله والسنين اللي عاشوا هو كيهرب من الموت. العمال تاثروا بحاله وعطاو الماكل. وصاحب الورشه تعامل معاه باش يركب في السر قطار راجع لالمانيا. قلب ريد عمر بالامال، يمكن اخيرا غادي يرجع
رجع لدارو، لكن الامل ديالو ما طولش، اللي ما كانش عارفو ان صاحب الورشه بلغ مدير السجن. ملي القطار قرب للمحطه الجايه، المهجون ودروس كيتسناو من بعيد، قلبو بدا كيضرب بقوه. قبل ما القطار يوقف نقز وجرى باقصى سرعه. الحراس الروس شافوه وبداو كيجريو موراه. ريد كان كيجري فوق السكه ديال القطار، وفجاه ومن غير اي مقدمات مدير السجن ظهر قدامه. قلبه هبط لرجليه وحس ان كل شيء سالا. بمجرد ما المدير مد يدو باش يشدو، كلب ريد هجم عليه، عضو بقوه وطيحو اللور. اللحظه هذه عطاتو فرصه يهرب مره اخرى، ولكن هو كيجري يسمع صوت ديال التشيريه دار وراه وشاف الكلب طايح. الالم قطع قلبه ولكن ما قدرش يوقف. جرى اسرع وطلع فوق الكنتره ونقز على القطار داز واختفى مره ثانيه. ودابا دازو سنين، وصلنا لعام 1952. 7 سنين على الهروب ريد من السجن. كان كيدور في سوق صغير في هاد القريه في اسيا الوسطى، تعبان وفيه الجوع. ريحه الماكله شداتو وداتو لواحد المحل ديال الماكله فيه جوج بنات كيبيعوا بانكيك. كان باغي واحده منهم اكثر من اي حاجه في الدنيا، ولكن جيوبو كانوا خاوي. من بعد ما دار وجهه هو مكسور الخاطر، واحده من البنات شافت فيه ومن غير حتى شي كلمه قطعت ليه حته منه وعطاتو ليه. ريد تردد شويه ومن بعد خداها وهو ممتن بزاف. ما كانش ذاق شي حاجه زوينه بحال هادي من زمان، ولكن ما كانش متابع ليه ان واحد الراجل كبير في السن كان كيراقب كل شيء من وسط الزحاب. منين ريد دخل الكنيسه قريبه باش يرتاح، داك الراجل تبعو بهدوء. الراجل كان حتى هو سجين في شي نهار، بدل ما يسلم اختار يساعدو. خدا لدارو هنا وتما لاول مره من سنين ريد شاف وجهه في المرايه وحس اللحيه ديالو بحال اللي كيغسل الماضي كامل. الراجل رتب ليه حتى باسبور مزور باش يقدر يخرجوا من الحدود الروسيه ويدخل لالمانيا. ريد كان منبهر بالطيبه ديالو. قبل ما يمشي شكرو من قلبه وبدا اخر جزء من الرحله ديالو. اسابيع دازوا، اخيرا وصل الحدود الروسيه. عطى الباسبور المزور للجندي وقلبه كيضرب في 90. كان خايف يكتشفوا ان الباسبور مزور، ولكن المفاجاه ان الجندي غير هز راسو خلاه يدوز. ريد بقى مصدوم ومن بعد ضحك، اول ضحكه حقيقيه منذ سنين، ضحكه ديال الراحه وضحكه ديال الحريه. كمل طريقه حتى وصل للقنطره اللي كتوصل مباشره لالمانيا، للوطن وللحريه. ولكن من وصل للنص ديال القنطره ضرب فيه واحد الضمجات، وقف متجمد في بلاصتو. ولقى مدير السجن واقف قدامه. ريد تلفت وراه واكتشف باللي باقي فوق الاراضي الروسيه. يعني المدير يقدر يشدو في هذه اللحظه. في ثانيه واحده حس ان 7 سنين ديال العذاب والخوف والكفاح غادي يضيعوا كاملين. ولكن وقع شي حاجه ما كانش متوقعه نهائيا. مدير السجن خدا خطوه للور وشاف الريد في عينيه وقال ليه هذه كانت معركه بين جوج عساكريه، انا وانت ربحتيني. دابا سير وعيش حياتك. ريد ما كانش قادر يصدق، ولكن هاد المره ما جراش. مشى لقدام بهدوء والدموع في عينيه وداز على الحدود لالمانيا. واخيرا رجع لدارو. من بعد وقت قصير وصل المكان اللي كان كيحلم به كل نهار. من بعيد شاف مرته وبنته خارجين وغاديين للكنيسه. بدا كيمشي وراهم بهدوء. الاول بنته ما انتبهاتش ليه، ولكن شي حاجه خلاتها تلفت اللور. في داك اللحظه تجمدات في بلاصتها، عينيها توسعوا وعرفاتو. ومن غير حتى شي كلمه جرات ورمات نفسها عنقاتو. ومرته حتى هي تبعات بنتها والدموع غارقه في وجهها. الثلاثه عنقوا بعضياتهم بعد سنين ديال الوجع والسكوت والامان. وهذه كانت نهايه هذه الرحله المذهله، قصه حقيقيه على الشجاعه والنجاه واراده الحياه اللي عمرها ما كتهرس. الى عجبك الفيلم دير لايك واشتراك في القناه وفعل الجرس باش توصلك كاع الملخصات الجديده ديالنا. وما تنساش تخلينا شي كومونتير زوين. كان معكم اسامه، نتلاقاو في فيديو جديد.